اليانسون والحلبة والكراوية معانا لو سمحت ولا لا؟ بص، يعني الاكثار من شرب الاعشاب مش مستحب. ليه؟ عشان كل اعشاب من دول ليها ليها اعراض جانبيه وتاثيرات انا ما اعرفهاش، يعني ما اعرفهاش كلها، ما اقدرش احصرها. خلي بال حضرتك، انت عشبه واحده من دول فيها 600 الف ماده كيميائيه بتاثر عليك ازاي انا ما اعرفهاش. اذا كان الاكل نفسه، يعني انا ابقى احط لكم مثلا فيديو لشيف بتاع خضار وبتاع طبيخ بيقول الاكل ده اللي هقوله ده ما تسخنوهوش لتاني يوم. قال السبانخ وقال الفراخ وقال البيض. حضرتك متخيل القرف؟ يعني هم نفسهم فاهمين ان الاكل ده تاني يوم لو اتسخن بايظ، هو بيطلع حاجات مقرفه، حاجات معفنه. فانت لما تيجي تقول لي بقى اعشاب، كلمه اعشاب دي كلمه مطاطه، انا ما اقدرش احكم عليها. انا اعرف احكم على الملح واحكم على السكر. المواد دي مواد كيميائيه كميتها معروفه بقى. السكر ده كميته معروفه، والملح كميته معروفه، ومعروف ان الصوديوم كلورايد جسمك بيتعامل معاه والجلوكوز بيتعامل معاه ازاي.